الو. يا سيد مجدي، هلا حبيبي. وين ايامك يا مجدي؟ موجود والله بسمعة. كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله مستعين. الله لحظه يكلمك الشيخ حميد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا العزيز. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. اخي العزيز، عيوني امر. انا عمري بفضل الله سبحانه وتعالى لم اخذ حق احد، ولكن ما ارضى لاحد ياخذ حقي ابدا ولا تجنى علي. اكيد يا شيخ. علي عبد الله صالح حاول ياخذ حقي، خرج يعني مدحور. عموما انت كنت مدير للشركه وعندك جهد لم تصب فيها، وخرجت من الشركه بأسرار عملي وبالشركات التي مكاتبي استقربت طيلة سنوات، وأنت الآن تراسل هذا الشركات وتأخذها ونقول لهم ابدا ما في منه هذا الحكي يا شيخ. ما في منه هذا. انا اجيك الان. اجيك مع كل انا اديت واجبي وحذرتك وقلت لك اخي لا تؤذينا، لانه يعني انا في ايش اذيتك؟ الاول والثاني. انا في ايش اذيت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله أخي. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. والله الحمد لله. الله يرضى عليك. هل انت عملت رسالة لعند صلاح السوداني او لعند الشيخ بخصوص هذا الموضوع؟ لما اتصل الشيخ رايحين من الجماعة للشيخ ويقولوا له انه انا سرقت المشروع، هذا مشروعهم. وانت رحت تقول لهم انه هذا المشروع عرض على معاذ ومعاذ رفض ياخذه؟ لا 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 لا، كيف هذا الحكي يا معاذ؟ معقول شيء يطلع مني زي هيك؟ انا اتصلت والله انا جاي يقولوا لي كذا، قلت لهم انا، قالوا لي كلمتني اوراكل قالك مش حتاخذ الموضوع لعند شركه تبع اي واحد من الحزبيين. هذا الكلام اللي قال لي هذه ذات شيء، اختاروا شركه ما لهاش دخل في السياسه. ونفس الشيء انا حكيت مع ذات شيء اما يجي يقولوا لي هذا الكلام انا صراحه ضايق بشكل مش طبيعي. لا لحظه انا اقول لك ايش اللي كتبته للشيخ. لحظه يا معاذ، لا تتضايق ولا عبالك، انا انسان صادق وستريت فورورد. تفضل. لحظه عزيزي بس افتح الرساله ثواني. هذه هي رسالتنا. اوكي. قلنا له للشيخ حميد انه انتم ما قدرتوش تجيبوا المشروع ب 2008 لانه الرئيس رفض انه يمشيه لإلك، والجماعه بعثوا لك انه خاطبوا اوراكل رسميا يعني الوزاره انه اذا بغيروا الوكيل ممكن الموضوع يمشي. فقلت لهم انا ب 2009 قامت اوراكل بالتعاون مع عدد من وكلائها المحليين الاخرين وهم على التوالي من 2009 ل 2011 يعني شركة كومبيوتني بعد الأحمر هذا، بعد ما احنا استبعدونا من الموضوع كأحمر. شركة كومبيوتني ممثلة بالقدس، شركة صنعاء جيت ممثلة بالأخ عبد الله شمسان، شركة ناتو ممثلة بالأخ نبيل هايل، وذلك لغرض إقناع الحكومة اليمنية بالتعاقد على المشروع مع أوراكل عبرهم. ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل لمجموعة متنوعة من الأسباب، منها التوجهات والتداخلات وعدم توفر التمويل. وحصل في 2009 أنا أطلعت الأستاذ جعفر على تطورات الموقف وتوجه شركة أوراكل إلى شركة كومبيوتني لتحصيل المشروع، وعلق بدوره على الموضوع بأننا حاولنا كل جهودنا وعلى رأسها جهود حضرتكم بأن لا نخسر المشروع، ولكن هذا ثمن ندفعه في دولة تخلط بين السياسة والأعمال. هذا اللي تم بيني وبين الأستاذ جعفر. بعدين قلت له في نهاية 2012 تحصلت الشركة التي أعمل بها على فرصة مثلها مثل غيرها من الشركات لمحاولة تحصيل المشروع. ونظرا لحساسية موقفي وإمكانية استهدافي سلبا بهذا الخصوص، يعني جماعة يشتغلوا ضدي. أوكي. وبالرغم من ما ورد في الأحداث المذكورة أعلى والتي بدورها تبرئني بشكل كامل وكلي من مجموعة التهم التي يحاول موظفيكم في الإدارة العامة أن يلصقوها بي. اوكي. هذا كله شغل صلاح، هذا كله شغل صلاح. ايوه. بالنسبه لك الا انني رفضت ان تقوم الشركه التي اصبحت اعمل بها باي خطوه قبل ان تقوم شركه اوراكل ممثله بالسيد باتشا كدينا بالتواصل مع شركتكم، وان يتحروا ويتاكدوا من القائمين اعمال لديكم